السلام عليكم حبايبي واخواتي تالتة اعدادي، جاي لك بالقاضية. القاضية ممكن جت معانا القاضية في خلال ساعة واحدة بس هتركز معايا، المنهج كله هيبقى في جيبك وهتقفل المادة. ركز معايا يا بطل. بس بقول لك ايه، ثواني عشان انا حران، ثواني. فوق، رجعت لك تاني اهو. يلا بينا نبدأ أول حاجة مع بعض بالخريطة. اوكي تمام، بص معايا. طبعا خريطة العالم دي أول حاجة ممكن تجي لك تمام في الامتحان. بص كده معايا، عندي طبعا فوق خالص المحيط القطبي الشمالي، تحت هنا المحيط القطبي الجنوبي، على دي اليمين وعلى دي الشمال المحيط الهادي. أو هنا تحت دولة الهند عندي المحيط الهندي، عندي هنا في النص الأطلنطي. تمام جميل. عندي هنا دولة مشهورة جدا، من أكتر الدول اللي بتيجي في الامتحانات، اللي هي أصلا مستولية على حاجات كتير، وهي دولة الصين. واللي على شكل الدقن دي اللي فوق المحيط الهندي وهي دولة الهند. جميل. عندي هنا كده دولة السعودية. تمام. في حاجة صعبة كده؟ جميل. الجزء ده كله كده عندي دولة البرازيل طبعا. وهنا كده عندي دولة الأرجنتين. وفي الجزء ده كده عندي دولة اسمها دولة شيلي. تمام؟ دي كده من أهم الدول اللي عندي. طبعا ما نقدرش ننسى أقوى دولة في العالم اللي هي دولة الولايات. جميل؟ جميل. تمام، بص معايا بقى، دولة الصين دي كانت مستولية على إيه؟ مستولية على إيه في المنهج؟ على حاجات كتير جدا، هي أولى الدول للقمح، للقطن، للشاي، للمطاط، سوري دولة الصين دي أولى الدول اللي مستحوذة على حاجات كتير، على القطن، على القمح، على الشاي، على اللحمة، على السمك، على الحديد، كل ده حاجة دولة القطن. تمام؟ الهند كانت مستولية على إيه؟ على الأبقار وعلى الألبان. جميل؟ جميل. السعودية أولى الدول إنتاجا للبترول. تمام؟ الولايات كانت أولى الدول لإيه؟ دواجن وولايات، ألمنيوم وولايات. جميل؟ جميل. البرازيل أول دولة في إنتاج السكر. تمام؟ دولة تشيلي أول دولة إنتاجا للنحاس. جميل؟ جميل. ده كده بالنسبة لأول حاجة اللي هي خريطة العالم، الملخص بتاعها كده السريع. تمام؟ نيجي بعد كده على دولة نيجيريا. تمام؟ عندي هنا في شمال نيجيريا، في الشمال النيجر. في ناحية الجنوب هنا عندي خليج اسمه خليج غينيا والمحيط الأطلنطي. تمام. في شرق نيجيريا هنا عندي دولتين، دولة اسمها دولة تشاد ودولة هنا اسمها دولة الكاميرون، يبقى شرق تشاد والكاميرون. في الغرب غرب بنين. جميل؟ جميل. هنا عندي في نيجيريا في النص في هضبة اسمها هضبة جوس. وفي النهر اللي احنا شايفينه ده اسمه نهر النيجر. والحته اللي تحت كده جنوب دلتا النيجر. كده ملخص نيجيريا. تمام معاك؟ نيجي بعد كده على الخريطه الثالثه، واحده منهم بتجيلك في الامتحان. نيجي نتكلم على تاني دوله، دوله المانيا. هتلاقي في شمال المانيا في الشمال 2 بحر، البحر البلطي والبحر الشمال. في الجنوب هنا عندي 2 سين، النمسا تمام وسويسرا. في ناحيه الشرق هنا عندي دولتين، في شرق بولندا والتشيك. في ناحيه الغرب بقى بص معايا كده، نبتدي عندك دوله هولندا، بلجيكا، تمام، وفرنسا. امبابي وديمبلي بقى، ماشي، لعيبه كوره. هنا عندي دوله صغيره اسمها دوله لوكسمبورغ. ده كده بالنسبه لالمانيا، الدول اللي حواليها. عندي هنا تمام
في ناحيه الجنوب في جبال كنا دارسينها الترم الاولاني، هي جبال الألب. عندك هنا فوق خالص سهل فايدي، اسمه السهل الالماني الشمالي. السهل الالماني الشمالي. السهل الالماني الشمالي ده بيجري فيه 2 نهر اهو. تمام؟ ايه هما يا مستر الاثنين نهر ده؟ نهر هنا اسمه نهر الراين، ونهر هنا اسمه نهر الألب. جميل؟ كده رسم خريطة العالم، نيجيريا وألمانيا. تمام؟ واحدة منهم تجي لك في الامتحان، وغالبا السنة دي يا هيجي خريطة العالم يا هتيجي خريطة ألمانيا. ركز. نيجي بعد كده بقى ندخل على المطحنة. ركز بقى معايا. سمي الله كده مع بعض، وابدأ معايا واحدة واحدة كده. عايزك بس تركز كويس، وأوعدك من الآخر مش هتكلم. بص معايا. نبدأ أول حاجة خالص. تمام؟ عندي زراعة اسمها الزراعة البسيطة. إيه الزراعة البسيطة دي؟ الزراعة البسيطة دي بنستخدم فيها أدوات بدائية، الفاس وهكذا. جميل؟ جميل. والأراضي بتاعتها بتكون ضيقة ومتباعدة، يبقى أراضي ضيقة ومتباعدة. جميل؟ جميل. الزراعة البسيطة وهي الزراعة الكثيفة، الاثنين أهميتهم يا دوبك بيوفروا الغذاء للسكان، يعني ما بيصدروش. الوحيدة اللي بتصدر وهي الزراعة الثالثة اللي هي التجارية والعلمية. جميل؟ جميل. المهم يبقى الزراعة الكثيفة. الزراعة الكثيفة، ايه تعريف الزراعة الكثيفة؟ الزراعة الكثيفة انا بزرع الارض اكتر من مرة في العام الواحد، وما دام بزرع الارض اكتر من مرة في العام الواحد يبقى بزرعها باكتر من محصول، وبرضه اهميتها زي ما قلت لك سد حاجة السكان، زيها زي الزراعة البسيطة بالظبط. جميل؟ جميل. بس الزراعة الكثيفة ضيقه، الاراضي بتاعتها بتكون ضيقه، علشان كده بيجي لك سؤال يقول لك ما النتائج؟ هتقول له علشان الاراضي ضيقه ده بيصعب استخدام ايه؟ صعوبه استخدام الالات، صعب ان انا استخدم الالات. تمام؟ يبقى انا ما بستخدمش الات لا في الزراعه البسيطه ولا في الزراعه الكثيفه. تمام؟ جميل. علشان بقى بزرع الارض كتير في الزراعه الكثيفه وما بستخدمش الات، عشان كده بتحتاج لايدي عامله. طب مصر هنحتاج الايدي العامله في ايه؟ هقول لك ايدي عامله تشتغل علشان تحط البذره، يبقى الري تمام، البذر، وبعد كده الري تروي الارض، وبعد كده تنقيه الحشائش، تبدا تنقي الحشائش وتظبطها. جميل؟ تمام. نيجي بقى للزراعه الثالثه وهي الزراعه التجاريه. من اسمها زراعه تجاريه يبقى بنتج كميه كبيره، يبقى الاراضي بتاعتها بتكون واسعه. تمام؟ وهي دي بقى اسمها زراعه تجاريه، يعني دي الوحيده اللي انا بصدر، دي بتهدف الى الانتاج التجاري الضخم، ببدا بقى ان انا ابيع وهكذا. تمام؟ جميل. وما دام يا مستر بزرعها كتير يبقى اطلق عليها الزراعه الواسعه، وعشان خاطر بزرع كتير فاكيد لازم بستخدم فيها الات، عكس الزراعه البسيطه والزراعه الكثيفه. طب ثواني، اما انا استخدم الات هل هحتاج لايدي اعملها كتير؟ لا. وما دام مش هحتاج لايدي اعملها كتير، هل هدي لهم فلوس كتمنص؟ يبقى برضه لا. يبقى ادى الى 2 قله العماله والتكاليف. جميل؟ تمام. نيجي نتكلم بعد كده. عندي القمح. القمح هو الغذاء الاساسي، الغذاء الاساسي. تمام؟ القمح. عندي بعد كده السمك غذاء اساسي للمناطق الساحليه. وعلى فكره القمح والاسماك اول دوله هي دوله الصين. جميل؟ افتكر القاعده، اهم حاجه في اكبر حاجه. جميل. المطاط ده تمام، بصنع منه ايه؟ بصنع منه اطارات السيارات، كاوتش العربيات. المطاط ده موجود في دوله ايه يا مستر؟ موجود في دوله تايلاند، اولى دول العالم. لكن لا قال لك اول دوله في افريقيا تقول له نيجيريا. جميل. بس مثلا انت قلت لي اهم حاجه في اكبر حاجه، اهم غذاء هو القمح في اكبر حاجه اسيا الصين. الاسماك اهم حاجه بصطادها من الميه يبقى اسيا الصين. طب ثواني، اهم حاجه بتظبط الدماغ ده لا هو ده الشاي. تمام؟ الشاي ده موجود فين؟ موجود برضو اهم حاجه في اكبر حاجه في دوله ايه؟ الصين. بس ثواني، الشاي بيحتاج لحاجات، بيحتاج لتربه خفيفه، بيحتاج لجو رطب، تمام، مش جاف، تمام، هواء رطب مش جاف، وامطار غزيره. جميل؟ جميل. قصب السكر بقى يجي لك عليه سؤال، يقول لك قصب السكر ده بيتزرع في كل القارات ما عدا قاره اوروبا. بص هديك قاعده، اي المحصول ده بيتزرع في الحته دي بسبب توافر ظروف زراعته، ما بيتزرعش عدم توافر ظروف زراعته. يبقى انت هتقول له بسبب عدم توافر ظروف زراعته. تمام؟ ليه؟ عشان قصب السكر بيحتاج لجو حار، واوروبا ايه؟ واوروبا بارده فما فيهاش قصب سكر. علشان كده قصب السكر
تمام، مش موجود في اوروبا. فاوروبا بتعوض نقص السكر اللي عندها، فان هي اول قاره بتنتج البنجر في دوله ايه؟ دوله فرنسا. جميل جميل. عندي بعد كده محصول الذره. الذره ذره امريكا الشماليه. طب ايه اهميه الذره؟ مستر غذاء للانسان وعلف للحيوان، وعلى فكره زيه زي القطن، يبقى يتشابه القطن والذره في ان كلاهما ايه؟ علف للحيوان. جميل تمام. عندي كده محاصيل بصنع منها الهدوم اللي هي ايه؟ القطن، الكتان، الجوت، دي اسمها محاصيل الياف النسيجيه، بصنع منها المنسوجات، تمام، او الغزل والنسيج، كل الكلام ده. في حاجه صعبه؟ زي الفل. تمام. ركز معايا وما تسرحش، ساعة واحدة عايزك تركز، الدنيا هتتظبط معاك. جميل جميل. المهم بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك دلوقتي ان انا عندي في قاره اسيا، طبعا قاره اسيا هي اكبر قاره، ففيها مناخ كتير، فما دام فيها مناخ كتير يبقى تنوع فيها المحاصيل الزراعيه. بالظبط كده، عندي القطن وعندي قصب السكر وعندي المطاط وعندي حاجات كتير جدا. تمام جميل. اسيا بقى الصين، نفس اللي هتوجع الخريطه اهو. اسيا الصين، الصين اولى دول انتاجا لايه؟ بص كده معايا هقرب لك. بص، الصين اولى الدول انتاجا للقمح، تمام، هي اول دوله بتنتج القمح، اول دوله بتنتج القطن، الشاي، الحديد، الاغنام، الاسماك، كل دي كده ايه؟ اسيا الصين. جميل. لسه سائلين من شويه المطاط موجود في دوله ايه؟ موجود في دوله تايلاند. تمام تمام. طب مصر بالنسبه بقى للهند، الهند عندها اللبن والبقر، طبعا هي اللي بتعبد البقر فهي اول دوله ليه، زائد ان طبعا باخد من البقره ايه؟ اللبن، يبقى هي اول دوله انتاجا للبن. جميل جميل. السكر وقصب السكر موجود عندي في دوله البرازيل. طب لما يجي يسالك سؤال يقول لك ليه القطن في مصر والسودان مشهور؟ تقول له عشان هو قطن طويل التيله. ايه يا مستر قطن طويل التيله دي؟ هقول لك زي الشعر كده اللي ماسك نفسه، الشعر الناعم اللي ماسك نفسه كده، عكس الشعر الخفيف. يبقى قطن طويل التيله ده قطن ماسك نفسه، احسن انواع القطن تلاقيه هناك. جميل جميل. نيجي بعد كده على الراعي. عندنا راعي اسمه الراعي البدائي، اللي هو الراعي العادي التقليدي. ده موجود فين يا مستر؟ موجود في الصحراء. عندي 3 انواع من الصحراء: صحراء حاره، معتدله، بارده. نبدا اول حاجه بالصحراء الحاره. الصحراء الحاره علمناها ب3 شين. جميل، 3 شين: شمال افريقيا وباديه الشام وشبه الجزيره العربيه. طب مثلا الصحاري المعتدله، هقول لك الصحاري المعتدله موجوده دول وسط اسيا. طب مثلا الصحاري البارده، هقول لك دي التندرا. جميل تمام، موجوده في شمال اسيا وفي شمال اوروبا. تمام ماشي. دي الصحاري ايه؟ تندرا. يبقى لو علملك في شمال اسيا او شمال اوروبا تقول له الراعي ايه؟ الراعي البدائي. تمام جميل جميل. طب يجي لي سؤال، واحد منهم يجي في الامتحان، ليه الناس اللي بتشتغل في الرعي في وسط اسيا قلت؟ هتقول له علشان بقوا يتعلموا وبقوا يشوفوا شغلانات تانية زي الزراعه والصناعه والخدمات وهكذا. هي بسبب ايه؟ بسبب انتشار التعليم والصناعه والزراعه والخدمات. طب السؤال الثاني اللي واحد منهم يجي لك في الامتحان يقول لك اللي بيشتغلوا في حرفه الرعي في شبه الجزيره العربيه، قال له ليه؟ تفتكر هنا بقى على طول شبه الجزيره العربيه يبقى السعوديه. طب مصر هم قال له ليه في حرفه الرعي؟ علشان استخراج البترول، وبداوا ان هم يتوطنوا ويشوفوا لهم بيوت بدل ما هم كانوا عايشين في الصحراء في خيام. يبقى لتوطين البدو واستخراج البترول. جميل جميل. خد قاعده. تاني قاعده ايه؟ مثال قاعده الزراعه. تاني قاعده الرعي. اي دوله يجي يقول لك عندها ثروه حيوانيه، بتربي حيوانات، عندها حيوان كذا، هتقول له بسبب ايه؟ توافر المراعي او توافر الحشائش. تمام، قاعده اساسيه معاك. جميل جميل. المهم طب مصر بالنسبه بعد كده عندي بقى الصين. تمام، الصين بيقول لك ان هي اول دوله بتنتج لي اللحمه. ليه يا مصر؟ علشان بتنتج اللحم بتاعها من لحوم الخنازير. يا ايه ده يا مصر؟ ايه القرف ده؟ هو كده هم بينتجوا اللحم من لحوم الخنازير. تمام جميل. نيجي نبص بعد كده على دوله استراليا، نلاقي ان دوله استراليا اول دوله بتنتج الاصواف. ايه ده مصر؟ ليه كده؟ ده الاغنام الصين، يعني المفروض الاصواف برضو الصين. هقول لك لا، علشان خاطر استراليا بيبقى عندها اغنام اسمها اغنام المارينو، ودي بتشتهر بكثره الصوف او بغزاره الصوف حوالين جسمها. تمام ماشي. ركز في السؤالين دولت. جميل. طب يجي لك عايز كده اقول لك قاعده، لو جاء قال لك عندي اللبن او اللحمه الاثنين ما بيكفوش السكان، ليه؟ هتقول له عشان السكان بيكتروا، وكل ما السكان بيكتروا بيستهلكوا كتير، يا بسبب زياده السكان وزياده الاستهلاك، وممكن يكون السكان معاهم فلوس فيشتروا اكل. تمام، يبقى ارتفاع مستوى المعيشه. يبقى زياده السكان زياده الاستهلاك ارتفاع مستوى ايه؟ المعيشه. جميل تمام. المهم
نيجي بعد كده، اوعى تسرح، حاجه اجيبك من قفاك، ما تسرحش، ركز معايا. نيجي نتكلم بعد كده عن الفيش، السمك. تمام. بص يا معلم، السمك ليه مقومات بتساعدني في الصيد. تمام، في مقومات بتساعدني في صيد السمك. ايه يا مستر؟ عندي مقومات طبيعيه ومقومات بشريه. اول حاجه موجه دافيه مع موجه بارده، الاثنين يتقابلوا مع بعض يطلعوا السمك على وش الميه، دي اول حاجه، يبقى التقاء التيارات الدافئه مع البارده. تاني حاجه ان الميه ما تكونش غويطه ويبقى فيها اكل السمك، يبقى ده حاله المياه والغناها بالغذاء، فيها اكل بتاع السمك. جميل جميل. ده كده المقومات الطبيعيه. طب المقومات البشريه، المقومات البشريه عايزك تختصرها في 3 توافر. اولا توافر المواني بتركب فيها السفن. تاني حاجه توافر الخبره الفنيه والعلميه، يكون عندي ناس تقدر تصنع ادوات الصيد والمراكب وكده. تمام. توافر، تمام، الاساليب التكنولوجيه. يبقى 3 توافر: خبرات، مواني، اساليب تكنولوجيه. جميل جميل. عايز بقى اديك قاعده: اي دوله مهما كانت في المنهج يجي يقول لك بتصطاد سمك ليه او بتنتج سمك ليه، هتقول له بسبب طول السواحل. جميل. طول السواحل، يا طول الشواطئ، عندنا شواطئ كتير. تمام. ولو دوله متقدمه قول له طول السواحل وتقدم وسائل الصيد. جميل جميل. كده اخذنا كام قاعده؟ 3، واحده في الزراعه وواحده في الرعي وواحده في ايه؟ في السمك. بالظبط كده. جميل. بالنسبه للدول المنتجه للسمك والدول المصدره، عندي 3 دول منتجه و3 دول مصدره. ال3 دول المنتجه اللي هم مين يا مستر؟ الصين، اندونيسيا، ولايات. طب يا مستر الدول اللي بتصدر السمك، الصين والنرويج وتايلاند. جميل جميل. طب يجي يقول لك احنا بنصطاد من الميه برضه الحيتان. الحوت يا مصر؟ الحوت بنصطاده. طب ايه اهميه الحيتان؟ بتستفيد من حاجتين: من لحومها ومن شحومها اللي هو الزيت اللي حوالين جسمها. اوكي؟ كله تمام كده؟ جميل قوي. تمام. نيجي نتكلم بعد كده على التعدين. هل ينفع اروح استخرج المعادن، تمام، من الحته اللي انا واقف عليها دي يا مستر؟ فيه هتحفر؟ اقول لك لا، لازم اتاكد ان المكان ده فيه معادن وابدا ان انا احفر. يبقى انا دلوقتي عندي عمليات قبل التعدين، يعني قبل الاستخراج، اللي هو هبحث عن الخامات. خلاص عرفت ان المكان ده فيه معدن، هبدا ان انا اجهز بقى المكان، يبقى اعداد المنجم، المكان اللي انا بجهزه. اوكي تمام. طب بعد التعدين بقى، بعد ما استخرجت، هبدا ان انا بقى انقل الحاجات اللي انا استخرجتها وابدا ان انا اوزعها. يبقى بعديها التعدين على طول. تمام. النقل والتوزيع. النقل والتوزيع. جميل جميل. المهم عندي قاره اوروبا. بص يا معلم، قاره اوروبا هي اول قاره في انتاج الغاز الطبيعي، تمام، والطاقه النوويه. يبقى الغاز الطبيعي اول قاره مين؟ قاره اوروبا. واول دوله مين؟ دوله الولايات. تمام. الطاقه النوويه، نووي يا مستر واسع نووي، الطاقه النوويه يبقى في اقوى قارتين. ايه هم اقوى قارتين؟ اوروبا وامريكا الشماليه. جميل جميل. طب بص، بالنسبه للحديد بيقول لك ان انا عندي دوله ناميه فقيره ما بتقدرش ان هي تصنع الحديد، فبتصدره زي ما هو للدول المتقدمه. مين الدوله دي؟ دي دوله عربيه اسمها دوله موريتانيا، بتصدر الحديد زي ما هو للدول المتقدمه. طب مصر مين زي مين الدول المتقدمه؟ زي الولايات، زي كندا، زي بريطانيا، كل دي كده دول متقدمه. جميل جميل. عندي النحاس، النحاس موجود في شيلي. تمام. طب عندي اللي بصنع منه الالومنيوم اللي هو البوكسايد، بوكسايد سين استراليا. تمام. البوكسات بصنع منه ايه؟ الالومنيوم. مين اول دوله انتاجا للالومنيوم؟ اللي هي اقوى دوله متقدمه. ما عشان انا احول البوكسايت لالومنيوم بحتاج لحاجات كتير، والحاجات الكتير دي مش موجوده غير في الدول المتقدمه. تمام مستر؟ زي ايه بقى الحاجات الكتير دي؟ هقول لك. عشان احول البوكسايت لالومنيوم بحتاج 3 توافر. ايه هم 3 توافر؟ خبره فنيه، ناس فاهمه بتصنع. تمام. طاقه كهربائيه، كهرباء يا معلم عشان نصنع، واسواق محليه جوه الدوله وخارجها عشان نصنع. يبقى 3 توافر. تمام. طاقه كهربائيه، خبره علميه وفنيه، اسواق محليه وايه؟ وخارجيه. بالظبط كده. تمام. جميل. بص بقى، انا عارف ان انت عارف اجابه السؤال ده، ولكن في سؤالين بتتلخبط فيهم. الغاز الطبيعي، ايه مميزات الغاز الطبيعي؟ مميزات الغاز الطبيعي ان هو رخيص الثمن. جميل. ثمنه رخيص وسهل ان انت تنقله، وده يدل ان انت في البيت الغاز عباره عن بيمشي في المواسير. اوكي تمام. واقل تلويث، يبقى رخيص الثمن، سهل النقل، اقل ايه؟ تلويث للبيئه. ده كده مميزاته، ده اللي بيخليه ان هو في ميزه عن الفحم وعن البترول. طب استنى مصر، ايه اهميه بقى الغاز الطبيعي؟ اهميه الغاز الطبيعي اولا طبعا بستخدمه في المنازل، في البيت. تمام. تبدا ان انت توصله للبوتاجاز عشان ماما تعمل لنا اكل بقى، او في اسمه ايه؟ ايوه هو ده، السخانه عشان تستحمى، تاخد شاور الجميل بقى بتاعك. جميل. تمام.
يبقى اهميته تمام بيستخدم في المنازل ووقود للسيارات، لان في عربيات دلوقتي بتمشي بغاز وبيتولد منه الكهرباء، ده اهميه الغاز. يبقى بيستخدم في المنازل، مصدر وقود وتوليد الكهرباء. جميل تمام. المهم نيجي بعد كده نكمل. بص معايا كده، بيقول لك اما يجي يقول لك ايه هو عماد الثوره الصناعيه، يعني اساس الصناعه زمان في اوروبا في القرن ال 18، تقول له الفحم. ما كانش لسه في بترول بغزاره زي دلوقتي، البترول ما كانش موجود كتير. جميل جميل. طب مستر ثواني، ايه بقى اهميه البترول؟ سؤال متوقع في الامتحانات. اهميه البترول تقول له يرتبط بثلاثه تنميه: اجتماعيه، اقتصاديه، وسياسيه. ده اهميه البترول، يرتبط بثلاثه تنميه. تمام جميل. المهم، وعلى فكره البترول له علاقه بحرب اكتوبر. ازاي يا مستر؟ هقول لك ثواني. اخدته انت في درس التاريخ ان البترول استخدم كسلاح في حرب اكتوبر للضغط بتاع الدول اللي بتساند اسرائيل ساعه الحرب يا باشا. ركز معايا. ايوه احنا بنجيبه ونودي كده، الدروس كلها تاريخ مع جغرافيا ويلا. تمام. المهم، طب ثواني، علشان بقى احنا بنطلب البترول كتير لان هو حاليا اهم مصدر للطاقه، ده ادى الى ايه؟ ادى الى ارتفاع سعره. كل لما تطلب اكتر كل ما يقول لك ايه؟ ادفع يا معلم يلا. الكهرباء اللي انا بنتجها من الفحم او من الغاز او من البترول اسمها الكهرباء الحراريه. طب يا مصر اللي من الميه طاقه بالظبط، طاقه كهرومائيه. جميل جميل. المهم عندي بالنسبه للطاقه اللي من الرياح او من الميه، طاقه من الرياح او من الميه، عندي ثلاث دول. ايه هم؟ بريطانيا، فرنسا، المانيا. اوكي، ممكن نزود عليهم الولايات. تمام. في حاجه صعبه كده؟ جميل 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 جميل. صوتي حلو صح؟ يلا بينا نكمل مع بعض. الدولة دي بتصنع والدولة دي بتصنع والدولة دي بتصنع ايه يا مستر في ايه؟ كل الدول بتصنع، ولكن الدول بتختلف في الصناعة ثلاث حاجات: نوعها، جودتها، تركزها. جميل جميل. طب مستر عن طريق الصناعة او المنتج اقدر اعرف الشعب ده كويس ولا؟ هقول لك لو قدامي عربية دلوقتي بي ام، طب بي ام وسع تمام، يبقى بي ام دي الماني، يبقى دولة المانيا ايه؟ متقدمة. يبقى الصناعة بتقيس تطور الشعوب. ليه يا مستر؟ علشان الدول المتقدمه زي المانيا هي اللي بتستخدم الاساليب العلميه والابحاث والتجارب وبتطور المنتجات كل سنه. بي ام 2010 غير دلوقتي 2026. يا رب وعدنا يا رب، وعدنا يا رب، ده انا راجل غلبان. المهم نيجي نتكلم بعد كده. اوكي، في دول بقى كانت ناميه وبتحاول ان هي توصل بقى للدول المتقدمه. عندي مين يا مستر؟ الصين، جنوب افريقيا، ومصر. معلش غطاها احنا دوله متقدمه. محدش يقدر يقول غير كده. المهم يا مستر دول الخليج، هقول لك دول الخليج دي فيها صناعات بتروليه. طب يا مستر ايه اكبر منطقه واكبر اقليم صناعي في العالم؟ طبعا شمال شرق الولايات، وده موجود في البحيرات العظمى. جميل تمام. عندي بعد كده اسمه اقليم روسيا واوكرانيا. يجي لك في الامتحان ازاي؟ يقول لك اقليم يوجد في موسكو والاورال ويبدو على شكل مناطق متباعده، يبقى روسيا واوكرانيا، موسكو والاورال. جميل تمام جميل. عندي اقليم غرب ووسط اوروبا اللي هو بيضم ثلاث دول اقوياء في اوروبا، اللي هم مين؟ بريطانيا وفرنسا والمانيا. ثلاث دول اقوياء اهو بالظبط كده اهو، شايف؟ ثلاث دول اقوياء تمام، بريطانيا وفرنسا والمانيا. الثلاثه دول عاملين شله مع بعض اسمهم الوحده الاقتصاديه الاوروبيه. طب مستر ثواني، اما عملوا شله مع بعض ده ادى الى ايه؟ هقول لك بقى، ويكملوا بعض يبقى ادى الى التكامل الاقتصادي، وبيحموا بعض جمركيا، يعني محدش من الثلاث دول دول بياخد فلوس من الثانيه وهي مدخله المنتج بتاعها عند الثالثه. اوكي تمام، يبقى ادى الى التكامل الاقتصادي والحمايه جمركيا اللي بتظبط العلاقات ما بين الثلاثه. ايه اهميه مصدر الطاقه؟ قلنا هي القوه المحركه لحياه الانسان، هي اللي بتحرك حياه الانسان كل حاجه. الشاشه اللي منوره عن طريق مصادر الطاقه، الكاميرا اللي بتصورني بالظبط اللي فصلت دي، النور. يبقى مصادر الطاقه هي القوه المحركه لحياه الانسان. جميل جميل. المهم نيجي نتكلم بعد كده عن نيجيريا. نيجيريا في ناحيه الجنوب عشان بيعدي عليها دائره الاستواء يبقى مناخ استوائي، وباقي نيجيريا كلها مداري. جميل. مصر ايه عاصمه نيجيريا؟ عاصمه نيجيريا الحاليه ابوجا، ولكن العاصمه القديمه وفي نفس الوقت هي العاصمه الاقتصاديه اللي فيها كل حاجه تمام هي لاجوس. دي العاصمه القديمه والعاصمه الاقتصاديه. جميل جميل. واكثر السكان موجودين هناك في لاجوس. تمام. نيجي بعد كده عند مدينه في نيجيريا اسمها مدينه ايبادان، دي مركز بقى للتعليم والتجاره وهكذا. تمام جميل.
طب ثواني، في اول فيديو احنا قلنا ان في جنوب نيجيريا في حاجه اسمها دلتا النيجر، دلتا النيجر دي بيقل فيها السكان. وعندي في البرازيل برضه بيقل السكان في حوض الامازون، والسؤالين ليهم نفس الاجابه، يقل السكان في دلتا النيجر او في حوض الامازون، هتقول له بسبب انتشار الغابات والمناخ القاسي. فرهد شباب، ما بتفرهد دلوقتي في الحر ده. اه والله. بالرغم من كده يا عم عمال اصور لك اهو. طب ثواني، لو جه قال لك السكان بيتركزوا فين في نيجيريا، تقول له في ناحيه الشمال او في هضبه جوز او في الغرب. طب ليه يا مستر بيتركزوا في 3 اماكن ليه؟ بسبب 3 شغلانات: الزراعه والرعي والتعدين. تمام؟ جميل جميل. طب ايه اهميه الخشب؟ اهو اهميه الخشب ايه؟ مصدر للخشب. تمام؟ اهميه الخشب مصدر للخشب، ايه اللي انا بقوله ده؟ اهميه الغابات مصدر للخشب. اوكي؟ تمام؟ جميل. ببدا افصل. ها؟ تمام. المهم عندي في نيجيريا بستخرج حاجات زي ايه يا مستر؟ عندي حاجه اسمها القصدير والفحم والبترول. بص يا معلم، القصدير بستخرجه من هضبه جوز، تمام؟ الفحم من الشرق والبترول جنوب الشرق. احفظها كده. مصر الحاجه الوحيده اللي بتاخدها من نيجيريا وهي الحبوب الزيتيه، تمام؟ وعلى فكره تمام، نيجيريا هي الاولى في المطاط وهي ثانيه في الرز بعد مصر. طب لو جه سالك اهم مكان في نيجيريا، تمام، اهم مكان في نيجيريا بتزرع فيه، تقول له الاقليم الغربي ناحيه الغرب. جميل، ده كده بالنسبه لايه؟ نيجيريا. نيجي بعد كده بعد نيجيريا ندخل على المعلومات بتاعت المانيا. تمام. بص يا معلم، المانيا موجوده فين؟ في اوروبا. فين في اوروبا؟ في غرب اوروبا، يبقى فيها مناخ غرب اوروبا اللي هو ممطر طوال العام. جميل جميل. في الصيف بقى بيقول لك في المانيا الجو بيبقى معتدل، ولكن في الشتاء الحراره تحت الصفر، تكتكه التكتكه خالص. تمام؟ جميل. طب مثلا عاصمه المانيا ايه؟ عاصمه المانيا برلين. تمام؟ عاصمه المانيا برلين. طب انا عندي حته، تمام، منطقه كده في جنوب المانيا اسمها اقليم بافاريا. اقليم بافاريا، عاصمه اقليم بافاريا دي اسمها ميونخ. تمام؟ جايه من نادي بايرن ميونخ. اوكي؟ ودي فيها الشركات والمصانع العالميه زي طبعا شركه البي ام وغيره. جميل؟ تمام. عندي بقى هامبورج دي تمام فيها مواني. بالمناسبه هامبورج دي قريبه من بحر الشمال، ما احنا قلنا عندي في المانيا 2 بحر، البلطي والشمال. اوكي؟ تمام. المهم، طب مصر المانيا بيتركز فيها السكان فين؟ بيتركز السكان في المدن الكبيره، وهنا نيجي للقاعده اللي كنا واخدينها الترم الاولاني، يتركز السكان في المدن الكبيره بسبب ايه؟ في شغل وزياده الدخل، بسبب توافر فرص عمل وزياده ايه؟ الدخل. جميل جميل. طب في حته بقى ومهمه جدا، تمام؟ يجي يقول لك ايه اهميه المرتفعات الوسطى اهي اللي موجوده في المانيا؟ هتقول له فيها تلال، تمام، اللي هي العاليه، وفيها ينابيع مائيه. التلال والينابيع المائيه دي بتجذب السياح. جميل؟ تمام؟ تمام؟ جميل. في المانيا في حاجه موجوده فوق اسمها السهل الالماني الشمالي، وده اللي احنا قلناه في الخريطه من شويه. اوكي؟ السهل الالماني الشمالي ده اكبر منطقه في المانيا. يبقى بيجي يقول لك ايه اكبر الاقاليم في المانيا؟ تقول له السهل الالماني الشمالي. وعلى فكره السهل الالماني الشمالي ده جزء من اللي احنا خدناه الترم الاولاني اللي هو السهل الاوروبي العظيم. السهل الالماني الشمالي لسه قايلين بيجري فيه 2 نهر، نهر الراين ونهر الألب، وده اللي احنا لسه قايلينه في الخريطه. جبال الألب لسه قايلينها في الخريطه، موجوده فين؟ في الجنوب. وبالمناسبه جبال الألب دي على منحدراتها، يعني على الجوانب بتاعتها في غابات المخروطيه والنفضيه موجوده في المانيا. جميل جميل. بيقول لك ان دوله المانيا عشان دوله متقدمه فبتقل وتنكمش وتنقص فيها الحشائش. ليه يا مصر بتقل فيها الحشائش؟ بيقول لك يا عم شيل الحشائش ويا نبني يا نزرع مكانها، يا بسبب احلال الزراعه والتوسع العمراني مكان الحشائش. جميل؟ تمام. بيقول لك ايه كمان؟ بيقول لك الصناعه عندي في المانيا هي العمود الفقري، يعني هي الاساس بتاع الصناعه. تمام؟ ويقول لك الصناعه في المانيا تقدمت بعد الحرب العالميه الثانيه، رغم ان المانيا طالعه من حرب ولكن قدرت ان هي تطور في الصناعه. ليه؟ هتقول له بسبب 3: توافر مقومات، استثمارات، ومراكز علميه. عندها مقومات الصناعه، عندها المراكز، وعندها فلوس استثمارات. جميل جميل. طب مثلا في علاقه ما بين مصر والمانيا، وهي علاقه ثقافيه. طبعا في علاقه ثقافيه ما بين مصر والمانيا. ازاي؟ مصر لو جيت بصيت فيها هتلاقي في 3 حاجات المانيه موجوده عندنا: الجامعه الالمانيه اللي موجوده في القاهره، كايرو، ويا عيني على اهل كايرو، معهد الاثار الالماني، وكمان والمركز الثقافي الالماني. يبقى جامعه المانيه، مركز ثقافي الماني، معهد الاثار الالماني. ده كده بالنسبه لدوله
المانيا. نيجي بعد كده لاخر حاجه في الجغرافيا وهي دوله البرازيل. برازيلي واسمر برقصوا، الله ينور، سامبا سامبا. المهم البرازيل واخده نص مساحه امريكا الجنوبيه واخده نص سكان امريكا الجنوبيه، مستوليه على اي حاجه، تقول لها ما فيش غيري في امريكا الجنوبيه، انا بس في امريكا الجنوبيه. المهم لسه قايلين البرازيل دي بيتنوع فيها المناخ، يعني نيجي في حوض الامازون نلاقي مناخ استوائي، تيجي عند هضبه البرازيل اللي هي تحتيها تلاقي مناخ مداري، تيجي بقى عند جنوب الشرق بتاعت البرازيل عشان بعيد عن دائره الاستواء والجو حر فالمناخ بتاعها معتدل. فمصر السكان بيتركزوا فين؟ اكتر السكان واكتر الصناعه بيتركزوا في البرازيل في مدينتين، ريو دي جانيرو وساو باولو. اوكي؟ تمام؟ وبالمناسبه حوض الامازون دي اكبر غابه في العالم، مفيش غابه اكبر منها. جميل؟ تمام. المهم بس لو جيت بصيت على البرازيل، البرازيل مساحتها كبيره قوي، علشان كده بتقول ايه؟ بتجد اماكن خاليه من السكان كده مصر، يعني كده البرازيل بتعاني من قله السكان بالظبط، بما تفسر بسبب مساحتها الواسعه فتجد اماكن زي ما قلت لك خاليه من السكان. عشان كده البرازيل قالت لك ايه؟ بدل ما السكان كلهم في حته واحده، طب يا عم ثواني، ما نبدا ان احنا نبني مدن جديده ونعمل اعاده توزيع السكاني، يبقى انشات مدن جديده زي برازيليا، وبالمناسبه دي العاصمه الحاليه، وميناوس. اوكي؟ بالمناسبه ميناوس دي هنعلمها بحرف النون عشان موجوده عند الامازون. تمام؟ طب ليه البرازيل انشات مدن جديده زي برازيليا وميناوس زي ما احنا لسه قايلين؟ ليه؟ لتعمير هضبه البرازيل وتبدا ان هي تعمل اعاده توزيع للسكان. سكان البرازيل يجي يقول لك خليط من الاجناس، ايه ده مصر؟ ازاي يعني ايه خليط من الاجناس؟ يعني كذا جنس، تلاقي فيه هناك الهنود الحمر اللي هم السكان الاصليين الامريكتين، تلاقي فيها الاوروبيين اللي جم الترم الاولاني، تمام؟ يجي نلاقي فيها الزنوج اللي جم من افريقيا اللي جابهم الاوروبيين عشان يشتغلوا في، تمام، في الامريكتين. جميل. البرازيل طبعا بتزرع حاجتين مهمين، اولا قصب السكر اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه، وطبعا البن البرازيلي احسن بن. يا محتاج انا دلوقتي والله كوبايه بن برازيلي 10 على 10 تظبط معايا الدنيا. يا البرازيل تمام بيشتغل فيها حوالي في الزراعه ربع القوى العامله. تمام؟ ماشي؟ بيقول لك بقى البرازيل قبل كده في الماضي كانت بتصنع حاجات تحت السلم زي ما بنقول، يا دوبك الاكل والهدوم، صناعات غذائيه ونسيجيه، ولكن دلوقتي البرازيل بقت دوله متقدمه فتطورت في الصناعه، بقت تصنع سيارات والات وهكذا. جميل؟ زي ما احنا لسه قايلين البرازيل دي هي العاصمه بتاعت دلوقتي، تمام؟ العاصمه بتاعت دلوقتي بتاعت البرازيل اسمها برازيليا، وعندي مدينه ريو دي جانيرو دي العاصمه القديمه زيها زي لاجوس في نيجيريا بالظبط، تمام؟ عندي مدينه اسمها مدينه ساو باولو ودي ما فيها مواني. جميل؟ تمام؟ كده خلصنا فيديو الجغرافيا، هنكمل مع بعض التاريخ، استناني يا بطل.